يتكلم باللغة العربية. وفي هذه المناسبة سأتحدث تحت العنوان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هل فهمتم أيها أصحابي؟ أيها المستمعون رحمكم الله، اعلموا أيها الإخوان والأخوات أن طلب العلم واجب لكل مسلم في هذه الدنيا، سواء كانت ذكرا أو نساء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون رحمكم الله، كما ذكرت سابقا أن العلوم مهم جدا لحياتنا في هذه الدنيا، لأن لنيل السعادة لا يمكن إلا مع العلم، سواء كانت السعادة الدنيوية أو السعادة الأخروية. لذلك من كان يريد أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة فوجب عليه أن يجتهد في طلب العلم. وهذا مناسبة وملائمة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. وفي هذا الحديث نستطيع أن نستنبط أن العلم مهم لحياة الناس، لأن أسأل الناس درجة عند الله، والله سيرفع علما درجات كما قاله في كتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العلي العظيم. أيها الحاضرون رحمكم الله، ولأن العلم أيضا الذي يفرق بين الناس والحيوان، والله أشار في القرآن أن العلم مهم لحياة الناس، حتى كمن أن وحي لا يبتدئ الله بكلمة اقرأ. العلوم لا يمكن نيله إلا بالقراءة. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، ربما هنا خطبتي، وإن وجدتم مني الخطأ والنقائص أطلب منكم عفوا كثيرا، وإن وجدتم صوابا فإنما هو من عند الله عز وجل. وأخيرا أقول لكم إلى اللقاء، والسلام